للاسف احنا لان بنقول ان الكذب مش حق ما نبقاش واضحين هو ايه الكذب وايه اللي مش كذب. اختلاف وجهات النظر دي متهيألي اكتر حاجه احنا بنواجهها في جيلنا دلوقتي. عبيد ايه؟ لا، تمرد على اسيادك واطلع من تحتهم. تلاقي مدى الاختلاف ده يخلينا نكمل بعض. في الكتاب المقدس كله بنلاقي ربنا دايما بيحذرنا من المعلمين او الانبياء الكذبه، وده يسوع قاله في الموعظه على الجبل، وكان بيكرره كتير. هو انتهز الفرصه انه لقى ناس كتير قوي جايه تسمعه وبيوعظهم وبيقول لهم خلوا بالكم من تعليم الكذبه، من تعليم اللي مش صحيحه. طب يعني ايه التعليم الصحيحه؟ وهل لسه في لحد دلوقتي ناس بتعلم تعليم مش مظبوط؟ طب انا المفروض افرق ازاي؟ تعالوا نعرف ده في الحلقه مع بعض. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ الحلقه دي مختلفه عشان انت اللي قاعد على الكنبه المره دي. صح، حاسس ان مش متعود على حد تتكلم الصراحه. هستضيفك وهقررك كل حاجه. لا يا فندم، علينا. احنا بنتكلم في الحلقه دي عن التعليم الكاذبه. ايوه، والحته اللي يسوع قال انه كان بيتكلم عن الفريسيين والكتبه وان هم بيعلموا تعليم مش حقيقيه وبيقولوا كلام كتير. والحقيقه انه انا لما باجي عند الحته دي بخاف كلنا وببقى مش فاهمه. طبعا بخاف ان انا بقول كلام يبقى مش حقيقي، او ان انا اسمع كلام مش حقيقي واصدقه. ايوه. ولانه الفريسيين والكتبه كانوا عايشين ومصدقين اللي بيقولوه وكل الناس مصدقاهم. فايه هم؟ تعالى الاول نشرح الموضوع. ايه هم المعلمين الكذبه؟ خلينا قبل ما نشرح ايه هم المعلمين الكذبه تعالي نقول هو ايه الكذب وايه الحق. ماشي. انا سالتك يا كريم ايه هو الكذب؟ الكذب حاجه ما حصلتش، حاجه مش حقيقيه. انت قلتي ايه تاني حاجه مش حقيقيه. انت عرفتيها بالحق. ولما نيجي نبص بقى على تعريف الحق بغض النظر عن التعريف الفلسفيه، التعريف بقى اللي يخصنا احنا في الكتاب، مين هو الحق؟ يسوع. انا هو الطريق والحق والحياه واضحه جدا. ولو جيت اسالك مين اول كذاب وابو كل كذاب في الكتاب المقدس؟ ابليس. ليه؟ لانه هو اللي بيضحك علينا، هو اللي يعني بيتويست الوصيه، او هو اللي بيحاول يطلع منها حاجه مش حقيقيه. صح بالظبط. وهو اول واحد يعني شفناه في الكتاب بيكذب. وكذبته كانت غريبه قوي، انه ما قالش حاجه ما حصلتش وما قالش حاجه مش هتحصل. هو لعب في كلام ربنا. هو لعب في الكلام. هو قال حاجه عكس اللي ربنا بيقوله، عكس اللي ربنا عايزه. والحقيقه انه الكذب والحق يعني هما اتنين ضد بعض. وللاسف احنا لان بنقول ان الكذب مش حق ما نبقاش واضحين هو ايه الكذب وايه اللي مش كذب وايه هو الحق. وفي مثلا انا بحبه قوي، يعني صوره بتنتشر كتير قوي على الفيسبوك، رقم 6 بالانجلش كده مكتوب على الارض. واحد واقف بيقول ده 9 والتاني بيقول ده 6. ويجي اللي بالكابشن بقى اللي بيتكتب انه you have different perspectives but both of you are وجهات نظر مختلفة، لكن هم لكن انتوا الاثنين صح. مع ان انا شايف انه لا، دي اكبر كذبة ممكن تتقال. لانه في واحد جه قبلهم وكتب الرقم ده على الارض، وكان اكيد اللي كتبه قصده بيه يا 6 يا 9. صح. فانا عايز اعرف حقيقة الرقم ده ايه. محتاج اعمل ايه؟ اسال الراجل اللي كتبه. محتاج ارجع واشوف اصله ايه وفصله ايه واللي كتبه ليه وقصده بيه ايه. وساعتها ابتدي احكم مين فيهم مع حق. الحته اللي انت بتقولها دي اللي هي اختلاف وجهات النظر دي متهيألي اكتر حاجه احنا بنواجهها في جيلنا دلوقتي على مستويات كبيره جدا. بتشوفها بره بتحصل، انه احترم وجهات النظر الاخر وان الحق نسبي. صح. وانه انت عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، انا بوصل لربنا بطريقه وانت بتوصل لربنا بطريقه. فهي فعلا دي هي تبان حاجه بسيطه جدا وتبان انها حاجه جميله، انا بحترم وجهه نظرك، بس هي بتبقى زلطه في قعر المبنى كله. ايوه، ما بتظبطوش. الحقيقه المعلمين الكذبه من اكتر الشخصيات او الكاتيجوري من الناس العهد الجديد كله بيحذر منهم. ايوه. واوقات كمان في العهد القديم. أيوة. شوف انبياء كذبه كتير. وكتبهم مش معناه انه بيقولوا حاجات غلط خالص. لانه لو غلط خالص ما كناش هنخاف لما حد يقول لي حاجه غلط. يعني حد يقول لي مثلا روح اسرق، يا عم انت واضح قوي، يعني انت باين قوي انك كذاب يعني. بس الوصف اللي يسوع نفسه وصفه في الموعظه على الجبل مرعب، انه ذئاب
في زي حملان، هو ديب مفترس ايوه. وبس لابس زي الخروف العادي. الحقيقه مواصفات المعلمين الكذبه تبان اكتر في تيموثاوس، اوكي. في رساله بولس لتيموثاوس. اوكي. ولو جينا نقراها مع بعض في تيموثاوس الاولى وصحاح 6، بولس بيقول كده من عدد تقريبا 3، بيقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر، وهنرجع تاني إيه اللي هو التعليم الآخر ده، اوكي. ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف يعني تكبر، اوكي. وهو لا يفهم شيئا أصلا بقى، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والذنون الرديئة ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق. عادمي ما عندهمش الحق، وما عندهمش الحق دي اتفقنا الحق اللي هو ايه؟ اللي هو يسوع. يسوع. يظنون أن التقوى تجارة تجدنا مثل هؤلاء. اوكي. بولس بيقول انه بص، ايه هو التعليم الاخر؟ اي حد بيعلم تعليم اخر. ايه التعليم الاخر اللي بولس كان يقصده؟ لو رجعنا لكام عدد اللي قبله، بولس كان بيتكلم عن العبيد وبيوصي العبيد انه خليكوا مطيعين لاسيادكم، طبعا في كل ما هو غير مضاد لتعليم يسوع، بس اخضعوا ليهم، باركوهم، ولو اسيادكم دول مؤمنين باركوهم اكتر. التعليم الكاذب اللي كان بيطلع وقتها ايه؟ لا، لقد خلقنا الله احرارا، لازم تبقى حر خلاص. اتحرر، انت المسيح حررك. فما تحترمش حد بقى وخلاص. عبيد ايه بقى؟ عبيد ايه؟ لا، تمرد على اسيادك واطلع من تحتهم. اوكي. مع ان تعليم يسوع كان طول الوقت تواضع. لما سالوه ندي عشورنا لمين؟ ندي الفلوس لقيصر ولا نديها للهيكل؟ قال لهم ايه؟ ادوا للقيصر للقيصر وللهيكل للهيكل. كل حد ليه حق لازم ياخده بغض النظر هو مين. ولو انا بشتغل عند حد محتاج ابقى امين حتى لو هو بشكل ما بيستعبدني يعني. فلو شغل العبيد في العهد القديم او في العهد الجديد مضايقنا، فحاليا في مودرن سليفري، احنا ما بعدناش كتير. ولكن التعليم بتاعهم كان ايه؟ ممزوج صح بغلط. المسيح حررنا صح، دي حقيقه، احنا احرار، بس مش الحريه اللي انت جاي تقول لي عليها ان اتمرد على اسيادي. ولما نيجي نبص ايه اللي فرق الناس دي عن المعلمين التانيين؟ دوافعهم. اللي هم عايزين تجاره او عايزين كبرياء او كده. بالظبط. انا غرضي ايه من ان انا اقول لك اتمرد على اسيادك؟ انا عايز اقلب نظام سياسي. انا كل ده بتكلم في اللي بيحصل في العهد القديم. طب تعالى نبص دلوقتي، لما حد يقول لي مثلا لا انت الحته دي ما بتقدمش تعليم صحيح قوي. طب ايه التعليم الصح؟ تعال عندي. طب ما تقول لي ايه الصح يعني؟ لا، انا عايزك عندي. ما تحطش فلوسك في الحته دي، اصل الخدمه دي مش احسن حاجه. طب اعملها هاتها عندي. وكأن انا بحاول اوصل لك انه انا الفلوس دي بتاعت ربنا والوقت اللي انت بتديه ده بتاع ربنا، فلازم توظفه صح. بس من ورا ده انا بعمل ايه؟ انا بدور على دوافعي الشخصيه. فانا بتويست حاجه حقيقيه، باخد حاجه حقيقيه والفقها علشان تفيدني انا وتيجي مصلحتي انا. بالظبط. مش بس كده، يقول عن المعلمين الكذبه ان هم ما بيهتموش، ما عندهمش اصلا الحق. لما بييجوا يتباحثوا بقى ويتكلموا، بيتكلموا في ايه؟ في الكلمات. يقول لك اصل الكلمه دي انت بتقول عليها كذا بس انا بقول عليها كذا، وقول لي بقى انت بتفسر الكلمه دي ازاي؟ طب انت سايب المعنى، سايب الجوهر وماسك في الكلمه تفسر فيها. مش بس كده، خناقتهم على الكلمه تعمل ايه؟ مباحثات وخصام وتفرقه. هل ده ليه اي علاقه بالمحبه والترابط اللي كان بيتكلم عنهم المسيح؟ ده انت عندك 12 تلميذ بخلفيات مختلفه، كتبوا اناجيل وكتبوا رسائل بطرق وكلمات مختلفه، ومحدش فيهم بيناقض التاني. صح. محدش فيهم مختلف مع التاني. رغم انه بيكملوا بعض جدا. ليه؟
لانه في محبه ما بينهم وهم بيتكلموا. هم الجوهر بتاعهم الحق. وكلهم حبوا يسوع، يعني كلهم قابلوا يسوع بشكل بالظبط. معين، فهو السورس بتاعهم، المصدر بتاعهم الحق واحد. نفسه هو الحق نفسه هو أيوة. المصدر، واللي قربهم من الحق اللي طالع منهم حتى لو باين من بره مختلف ظاهريا، جوهر واحد. صفات المعلمين الكذبه ما تبانش من بره خالص. تبان ازاي؟ تبان من جوه. طب انا اعمل ايه بقى؟ يعني لو هو من بره، طب ما انا سهل اي حد، اي حد من بره كويس، اي حد بيقف على المنبر هو باين ان هو ليه صوره التقوى. متهيألي في مجتمعاتنا الشرقية بنقدس جدا أي شخص بيقف على المنبر جدا. فساعات بنبقى مصدقينه للآخر من غير ما بنفكر، لدرجة انه في اوقات نحس انه ممكن حد يطلع على المنبر نتبسط بيه جدا، يقول كلام عكس واحد تاني هيطلع على نفس المنبر وننبسط برضه لان احنا بنصدق اي حد بيطلع على المنبر. وعايز اقولك انه اللي انت بتقوليه ده مشكلته الاكبر انه اغلب حياتنا احنا مش بنبني ايماننا على اساس صح. احنا بنستمتع قوي بوجبات التكاوي، سواء بقى في الاكل فعلا او في الكنيسه. يعني احنا فعلا وصلنا لمرحله ان احنا بنروح عشان شخص معين بيوعظ او كده. يعني الشخص ده بيخاطب تفكيري. طب وبقيه الاشخاص ايه؟ ما كل دول بيتكلموا كلمه ربنا، بس كمان احنا استسهلنا نسمع. ايوه يعني بص انا ممكن اروح احضر اجتماعات كل يوم، بس تاخد خلوتك كل يوم؟ لا. بتقعد انت تدرس مع نفسك، تقرا حاجه؟ لا. استسهلنا السمع. استسهلنا جدا. طول ما انا فاتح ودني اي حاجه بتدخل. صح. هل هي بتدخل على اي اساس موجود؟ لا. فاي حد اي كلمه توديني وتجيبني وانا وانا هبسط وانا مش عارفه افرق ايه الحقيقي وايه اللي مش حقيقي، عشان انا ما عنديش بيز، ما عنديش اساس، ما عنديش حاجه ابني عليها. وعشان ابتدي ابني انا مش هعرف ابني لوحدي. مش هعرف انا اقعد وافتح الكتاب وابتدي افسره على مزاجي، والا هبتدي بقى اعمل تعليم كاذب بتاعنا لوحدي على جنب وابتدي اتخانق مع الباقيين. أيوة. بس محتاج ابقى وسط جسد. وايا كان الجسد، ايا كانت الطائفه، ايا كان الفكر، اعرف انت فين، اعرف اساسياته ايه واثبت فيه. اعرف بيفكروا ازاي في الصلب، في التجسد، في القيامه، يعني ايه ايمان، ايه يا جماعه المؤمنين. اعرف الاساس اللي على اساسه ابتدي بقى استقبل تعليم من بره. ساعتها تعرف تفلتر اللي انا سمعته ده متفق مع اللي الجماعه اللي انا فيها بتقوله، فتمام، ينفع اخده، ينفع استقبله. طب اللي انا سمعته ده لا، مش متوافق مع اللي جماعتي بتقوله، ما ينفعش اخده. لا، محتاج اخده واختبره واشوف ليه مختلف، والى اي مدى الاختلاف ده ممكن يربطنا ببعض، الى اي مدى الاختلاف ده يخلينا نكمل بعض. احنا المسطره بتاعتنا هي الكتاب المقدس، فاحنا بنسمع وبنشوف وبندرس وبنذاكر. ومتهيألي الاساس ان انا لازم ارجع ليه هو الكلمه بتقول ايه، هو كلمه المسيح الصحيحه زي ما بولس بيقول. فانا عندي دايما مسطره بمشي عليها هي الكتاب المقدس. احنا مشكلتنا ان احنا ممكن نسمع نفس الايه بتتقال بطرق كتيره وتفاسير كتيره، فانا مش ببقى عارف يعني انا اساسي كتاب مقدس، بس انا مش عارف يبقى ازاي الاساس، فاهم؟ ايوه اني مفسر بقى جاب الاساس. أيوة. ده وصح. حلاوه الكتاب المقدس انه عامل زي الجوهره حرفيا. لو جبتي جوهره دايموند كده ناحيه النور وقعدتي تقلبيها، كل جنب هيديكي اضاءه مختلفه. الكتاب المقدس كده هو عامل زي الجوهره، كل ما تلفيها كل ما هتشوفي فيها اضاءه مختلفه. ده ميزه وعيب في نفس الوقت، او مش عيب بس يفترض الحذر معاه. ميزه لانه ينفع نكمل بعض، ينفع انا اقرا العدد ده او الشاهد ده فيفرق معايا حاجه غير اللي كريم فرقت معايا بالظبط، بس اللي فرق معايا واللي فرق معاكي بيكمل بعض. مش بس كده، ينفع الجزء اللي انا اقراه مع اجزاء تانية مختلفه تدي معاني مختلفه عن لما اقرا لوحده. لما اقرا مثلا زي لما قريت الجزء، او زي ما شفنا الجزء بتاع متى لما يسوع كان بيتكلم عن المعلمين الكذبه، في ضوء ايه بولس اللي بولس قاله. هو من ناحيه
ادى معنى، بس في ضوء اللي بولس قاله ادى معنى اعمق. كمل المعنى. امتى خاف؟ امتى اقلق؟ امتى اخد خطوه ورا؟ لو اداني معنى مختلف خالص، لو عكس بعض يعني. لو اداني معنى بعيد، ساعتها ابتدي لا معلش، اللي انت بتقوليه يا كارين هو مش بيكملني، هو عكس اللي انا بقوله. طب هل انا اللي عندي مشكله ولا انت اللي عندك المشكله؟ وهنا بان الصفه الثانيه في المعلمين الكذب، الكبرياء. لو انا عندي مشكله وكان عندها مشكله، لا معلش انا صح وكان غلط. ايوه خلاص، واقعد اتناقش معاكي وابقى عايز اكسبك. ولو كسبتيني احس ان انا مكسور، خلاص يعني محتاج اخبي وشي. ليه؟ ما عنديش تواضع، مش قادر اقبل ان انا ممكن ابقى غلطان، مع انه زي ما قلنا لا، الكلمه اعمق من كده بكتير. اوكي. الكتاب اعمق من كده بكتير. فالنقطه ان انا يبقى عندي التواضع، انه انا اسمع واتعلم وافهم، وممكن تبقى حاجه عكس اللي اتبنى في الباك جراوند بتاعي او اللي الناس قالوهولي او اللي انا سمعته من فلان الفلاني. انا محتاج كل حاجه يبقى عندي التواضع بتاع اني اتعلم. بالظبط. بس انا عندي مشكله تاني بقى، ان انا طول الوقت لما بسمع الكلام ده ببقى متحفزه جدا بقى. انا قاعده مستنيه الراجل انت ده اللي طالع على المنبر ده هيقول ايه، معلم كذب ولا مش عكس اللي انا كذب؟ متعوده عليه او عكس اللي انا عارفاه. فانا ببقى يعني ساعات بناخد الاكستريم ده، يا اما نبقى مدافعين عن الحق بقى وماشيين نخبط في الناس، يا اما نبقى مسلمين ودنا لاي حاجه، اي حد يقول اي حاجه. الحقيقه يا كارن اللي انت بتقوليه ده بيعمل مشاكل كتير. اول حاجه انه بيخليني قاعد مش مستني استقبل كلمه ربنا من الشخص. ايوه انا مستني استقبل الشخص نفسه. انا متربص للخطا. انت هتقول ايه؟ انت هتقول ايه؟ مع ان وايماني انا الشخصي انه كلمه الرب ما بتطلعش وترجع فاضيه. وانا بصدق انه حتى اللي دوافعه مشوهه وهو بيقول كلمه الله وهو بيتكلم بكلمه ربنا، اللي دوافعه نقيه هيعرف يستقبل ده كويس، هيعرف يستقبل الكلمه المشوهه ويحط دايره عليها، ويعرف يستقبل الحلو اللي ممكن يطلع من الشخص ده. لانه اكيد هو في الاول والاخر بيتكلم من كلمه ربنا. يعني انت مهما حورت انت بتتكلم عن اجمل واحلى واحن شخص في الدنيا، يعني انت بتتكلم عن يسوع. فمهما قلت هتقول عنه حاجه صح، مهما لفيت الكلام هتقول حاجه في حقه حلوه. القلب المتضع بيستقبل الحاجه الحلوه دي ويعرف يشوفها من وسط حكي كتير، وفي نفس الوقت يعرف يميز اللي مش صح ويحطه في ضوء اللي عنده ربنا. وفي كلمه ربنا، ويشوف اذا كنت انا هل انا هقبل ده ولا هرفضه بتواضع قلب وبامانه. ومش هينفع اعمل ده بره جسد الكنيسه، بره جماعه انا ثابت فيها، ومش هعرف اعمل ده وسط اصحاب قريبين ليا بنقعد مع بعض ندرس الكلمه مع بعض، ومش هعرف اعمل ده من غير خلوتي الشخصيه وعلاقتي انا بالكتاب. فهي مراحل. انا ببتدي ان انا بيبقى لي علاقه شخصيه مع ربنا، وبيبقى لي جسد او مجموعه انا بذاكر معاهم الكتاب المقدس، بيشجعوني، بيدوني حاجات اقدر اقرا منها. وطبعا عندنا ميراث كبير من الاباء ما بيخلص، والناس اللي سبقنا بليفلز كتير قوي ينفع نتعلم منهم، وينفع نقرا المدارس المختلفه والاراء المختلفه. بس انا فارق معايا في اخر الحلقه واحنا بنخلص خلاص انه اقول ان احنا مش بنعمل كده علشان نبقى متربصين للناس، مش عشان نروح بقى نفكر في كل الناس اللي احنا سمعناهم ونقول لا ده كاذب وده مش كاذب. مش ده الهدف. الهدف انه انا يبقى عندي فلتر في وداني طول الوقت، وعندي اساس انا بعرف ارجع ليه. فالمهم انا مش مهم الناس، انا مش همشي احكم على الناس، لكن انا لازم يبقى عندي زي ما انت قلت تواضع، اني انا ما عنديش مشكله ان انا اطلع غلطان او حاجه عندي غلط فاتعلمها، واني ابقى طول الوقت عندي الفلتر اللي فيه انا برجع وبذاكر، يعني بسمع الوعظه وبعدين ارجع انا بقى اصلي واحطها بقى قدام ربنا واشوف ازاي الكلام اللي انا خدته ده يغير قلبي انا بقى بجد. بالظبط، عشان ما تبقاش تكوي زي ما انت كنت بتقول ان انا بسمع وخلاص وشكرا، كل سنه وانت سمعت كلام حلو النهارده وتمام، اسمع بقى الكلام الاسبوع الجاي. أيوة. الاحلى بقى لا وفعلا احنا بنسمع كتير لكن مش بنعمل. فعشان اعرف احولها من سمع لعمل انا محتاجه اقعد مع ربنا واقول له بقى يلا بقى هنعمل الكلام ده ازاي. انت الحق بقى. أيوة. انت الحق، تعالى وقول لي ايه الحق في ده.
شكرا كريم على الحلقه. شكرا ليك يا اتمنى ان كان. انت تبقى اتبسطت وانت ضيف. استمتعت جدا الصراحه. شكرا كريم. شكرا ليكي.